هلا سألوا إذا لم يعلموا. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي معنا إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامج الإفتاء اليومي هلا سألوا، معكم ومع صاحب الفضيلة أستاذنا وشيخنا الدكتور سعيد بويزري. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن يسرنا ويسعدنا أن نتواصل مع إخواني وأخواتي عبر ما يتفضلون به من الأسئلة على الأرقام الهاتفية 021 39 42 أو 021 39 43 بعد بيان موضوع اللقاء. من أعظم الأعمال إلى الله تعالى ما ينفقه المسلم من المال الحلال الطيب في وجوه الخير، فحين تكون النية خالصة لوجه الله تعالى يتقبل الله تعالى من المحسن إحسانه ومن عبده حسنات مضاعفة أضعافا كثيرة. فالمسلم مهما بلغت درجة إيمانه وتقواه فإنه يزل ويخطئ. لذلك شرع الله سبحانه وتعالى الزكاة الواجبة والصدقات لتطهير النفوس من أضرارها. وللصدقة والزكاة الواجبة آداب تجملها وتزينها. ينبغي على كل مسلم إذا أقدم على عبادة من العبادات أن يتحلى بآداب. هناك آداب الصلاة، آداب الحج، آداب الصيام إلى غير ذلك. الزكاة كغيرها من أخواتها أركان الإسلام الأخرى لها آداب أيضا تجملها وتزينها. لو أفدتنا بها فضيلة الدكتور سعيد ولكل مقبل ومريد لهذه العبادة. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. معاشر المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أقرأ قوله تعالى في سورة المعارج: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. هذه الآية لها عدة دلالات، من دلالاتها أن الله هو الرزاق، وإن كانت الإضافة هنا والذين في أموالهم، الأصل أن الله هو المالك للأموال والأشياء ابتداء وأثناء وانتهاء، هو المالك الحقيقي، هو المالك الأصلي، بدليل أنه هو الرزاق، كما في سورة الذاريات في الآية رقم 22 ربنا يقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وفي آية أخرى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. في آية أخرى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إذن الله هو الرزاق. ومن اللطائف التي قرأناها في هذا الباب أن إحدى النساء الصالحات العارفات بالله مات زوجها وجاء المعزون كل أدلى بدلوه يحدثها ويعزيها، وجاءت إحداهن قائلة: لقد مات الرزاق الذي يأتيك بالأرزاق، يعني زوجك، ولكن رغم المصيبة التي حصلت ولكنها كانت ثابتة في إيمانها ثبات الجبال الرواسي، فقالت: إنه زوجي عرفته أكالا أي كثير الأكل، فإن مات الأكال فإن الرزاق باق. إذن الله كما قلت أنت في لقاء من لقاءاتنا أن الله يعطي الكثير للإنسان ويطالب بالقليل. الدلالة الثانية أن ملكية الإنسان للمال ملكية مؤقتة ليست مؤبدة، بدليل أنه سيموت، والوارث الحقيقي هو الله كما قال ربنا في آية القرآن: ولله ميراث السماوات والأرض. ووصفه الحقيقي أنه مستخلف، مما جعلكم مستخلفين فيه. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين هذا فيه. وصفه الحقيقي. إذن هو مستخلف لوقت معلوم يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكن يأتي يوم يترك ويتخلى عن ذلك المال لورثته، وورثته يتخلون عن مالهم لورثتهم، وهكذا. ولله ميراث السماوات والأرض. الدلالة الثالثة ربنا قال: والذين في أموالهم حق معلوم. إذن هناك وتأتي السنة النبوية. الآية هنا في فهمنا لهذه الآية فهي آية دالة على مقاصدها بطريقة مجملة، والآية المجملة تحتاج إلى بيان وتفصيل. السنة النبوية فصلت
ذلك من خلال بيان أوعية الزكاة المختلفة، من خلال بيان مقادير الزكاة والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. والآيات كثيرة في هذا الباب، وقد قلنا في لقاء من لقاءاتنا أن الله عز وجل قارن بين الزكاة والصلاة في 27 موضعا، 27 موضع ربي يجمع بيناتهم، كقوله تعالى في سورة البقرة في الآية 110 ربنا يقول أقيموا الصلاة وأتوا الزكاة، يعني آيات كثيرة حيث اقترنت الزكاة بالصلاة في 27 موضعا. و22 مجموع الآيات تتحدث عن الزكاة 30 آية. نعم. 22 آية كانت في القرآن المكي المدني، و8 آيات في القرآن المكي يعني في السور المكية. ثم آيات أخرى في سورة التوبة مثلا في الآية رقم 60 ربي سبحانه يبين مصارف الزكاة، وهذه الأمور كل هذه الأمور معلومة. ولكن الآن تحدث عن الأدب كما قلت يا أخي محمد صالح، حقيقة الذي يزكي ماله يطهر ماله ويعرضه للنماء والبركة والصلاح، لأنه يزكيه فصار نقيا فصار صافيا، لابد أن يحترم جملة آداب. من هذه الآداب أن يكون مخلصا لله، يعني يزكي ماله بإخلاص، يعني باستحضار النية الصادقة أنه مستخلف، والله عز وجل هو الرزاق وهو مستأمن ومستخلف على هذه الأموال، فعليه أن يقدمها للمستحقين الواردين في سورة التوبة الآية 60، وهو مستحضرا لمعاني الإخلاص. وربنا قال في القرآن الكريم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقد قيل أن الخلاص في الإخلاص، اللي بغى يسلك بخير لابد أن يكون مخلصا. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني أن ينفق الإنسان وأن يزكي من أفضل ما يملك، فليقدم الفضول ولكن يقدم الأفضل، لا يقدم فضول ما يملك ولكن يقدم الأفضل. فإذا كان الإنسان يزكي مثلا في البقر أو في الخرفان أو في إلى آخره يقدم أجمل ما يملك وأكمل ما يملك، وهذا من الآداب التي يجب أن تكون مرعية. الأمر الثالث سبحان الله، نحن نقرأ عن سيرة أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، يعني حينما تقدم صدقة أو زكاة تعطرها. نعم. فحينما سئلت لما قالت قبل أن يعني تقع في يد الله، أن تقع في يد المحتاج أو السائل أو الفقير، تقع في يد الله عز وجل. وهذا من الآداب، وهذه من الأداب. وكذلك من الأداب أيضا ألا يمن الإنسان المزكي على المزكى. نعم. عليه، خاصة إذا تحسن حاله، يعني قولوا بالأمس كنت تأكل الصدقة واليوم يعني أصبحت كالناس، وغير ذلك من العبارات التي تؤذي الإنسان. وفي الحقيقة هذه مرفوضة، يعني المن والأذى هذا أمر مرفوض، لا من ناحية الشرعية من ناحية الشريعة الله عز وجل، من ناحية الأخلاقية الأدبية، يعني هذا يؤذي الإنسان. وشرعنا يوصينا بعدم إلحاق الأذى والضرر بالناس. احنا ذكرنا في يوم من الأيام من مقاصد الزكاة أنها ترقق قلوب الفقراء وتزرع المحبة في قلوب الفقراء تجاه الأغنياء. فالفقراء إذا كان يعني يستقبلون هذه الزكوات وتلك الأموال وتلك الصدقات، لا شك أن هذا يغسل قلوبهم، ويعني فقلوبهم تصبح محبة لهؤلاء المحسنين، لهؤلاء المزكين، لهؤلاء الأغنياء. هذا مقصد. إذن لا يجوز أصلا إطلاقا أن يعني يلوث الإنسان المزكي هذا صفاء يعني صفاء قلوب الفقراء. لابد أن يحسن إليهم وأن يقدم هذه الزكوات بعيدا عن جميع ألوان المن والأذى، وقد يكون ذلك عن طريق الأقوال أو عن طريق الأفعال والتصرفات. هذه من الآداب. وكذلك من الآداب السرعة في أدائها، يعني الإنسان يؤديها في وقتها فلا يؤخرها،
أن يبادر إلى يوصلها إلى المستحقين المذكورين في أي القرآن الكريم. هذه جملة آداب على المزكي أن يحترمها وأن يرعاها. وربنا جل جلاله وعد بأن يبارك في هذه الأموال المزكاة المصفات، وأن يبارك في أعمار وفي جهود وفي أعمال المزكين، وبذلك يتحقق التوازن في هذا المجتمع، وتحقق الزكاة هذه الشعيرة الغالية، هذه الركيزة الغالية من ركائز الإسلام، تحقق مقاصدها المختلفة، المقاصد الاقتصادية والمقاصد الاجتماعية والمقاصد النفسية وجميع المقاصد. فالزكاة هي عبادة مالية أوعيتها الأموال بمختلف أنواعها كما بينا، وكذلك لها مقاصد أخرى أيضا، مقاصد اجتماعية اقتصادية تربوية خلقية، مقاصد كثيرة. أعتقد إذا احترمت هذه الأحكام وتلك الآداب، فالزكاة إذن هي أحكام وآداب، هي قواعد وآداب. فإذا احترمت تلك الأحكام الشرعية واعتبرت واحترمت تلك الآداب وتلك الأخلاق، تتحقق مقاصد الزكاة. بارك الله فيك دكتور، شكرا جزيلا لك. إذا مع المكالمات معنا والمتصلات خديجة من بسكرة. السلام عليكم يا خديجة. السلام عليكم أخي الكريم. مرحبا يا خديجة، تفضلي. والسلام على شيخنا الفاضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي بزاف أسئلة. أول سؤال يتمثل في وش هي شروط المعتدة؟ شروط المعتدة، ما هي شروط المعتدة؟ نعم من وفاة أو طلاق. وكيف يكون اللباس الذي ترتديه؟ شروط المعتدة من وفاة أو طلاق. وفاة عفوا. نعم. وكيف يكون اللباس الذي ترتديه؟ نعم واضح. ثاني سؤال، إذا زار هذه المعتدة أحد الأقرباء تبعها مثل ابن عمتها، هل تقابله وتسلم عليه مثل السابق، أي عندما كان زوجها حيا؟ نعم واضح. سؤال، إذا صمت مثلا، أنا صمت عاشوراء كصيام تطوع، نعم، ونويتها كذلك كتأدية الدين، هل هذا جائز؟ تقدمي النفل أولا أو الدين أولا، يعني في نيتك؟ لا صمت اثنين، نية واحدة، يعني نية تطوع ونية تأدية الدين. النية اللي قدمتها يعني النية الأولى هي تطوع، قدمتي نية تطوع للدين. نعم. نعم هل يجوز هذا؟ واضح. رابع سؤال، إذا كنت مثلا أضع الحنة على رأسي وأردت أن أتوضأ وأصلي، ماذا أفعل؟ نعم. خامس سؤال، المرأة المعلقة وإن كانت كبيرة في السن، هل ترى زوجها؟ معلقة يأتي إلى المنزل. المرأة المعلقة، ما كيف يعني معلقة؟ يعني للزوج تاعها مهملها، يعني ما هو مخليها كي مرسومة، هو مخليها كي يعني مش مطلقها، يعملها كي زوجة ما يعني هاجرها، ما هوش مطلقها. لا ما مطلقها. نعم. هاجرها ايه. واضح إن شاء الله. وإن كانت كبيرة، هل ترى زوجها عندما يأتي إلى المنزل؟ واضح إن شاء الله. السؤال الأخير، المرأة المعتدة إذا كان بها عذر شرعي، هل تزور قبر زوجها؟ وهل يجوز لها أن تزور المقبرة كل جمعة؟ نعم. السؤال الأخير عفوا، هل صحيح أن في صلاة الشفع والوتر نقرأ كل من سورة المعوذتان في الشفع والإخلاص في الوتر دون الفاتحة، هل هذا صحيح؟ في صلاة الوتر؟ في صلاة الوتر نقرأ سورة الإخلاص، وفي صلاة الشفع نقرأ المعوذتان، هل يجوز هذا؟ واضح. دون ما نقرأ الفاتحة. نعم واضح إن شاء الله. وشكرا. عفوا أختي خديجة، شكرا جزيلا. إلى غير خديجة. نعم. هل في مكالمات من باتنا؟ لامية السلام عليكم. ألو. نعم أخت لامية تفضلي رجاء.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا مخطوبة، درت الفاتحة والعقد ونخرج درجة على الزوج نتاعي، وخاطرش كاينين بلايص ما يخلينيش نروح ليهم، وهو قال لي من قبل إذا خرجتي بلا ما تخبريني قدام ربي مانيش نسامحك. والسؤال نتاعي هل أنا آثمة؟ وحابة نسأل أيضا هل هناك فرق في طاعة الزوج بين المرأة اللي مازال في دار بيها ما راحتش لدار الزوج والمرأة اللي في دار زوجها؟ واضح؟ الأخير أعيد الانشغال الأخير. هل هناك فرق في طاعة الزوج بين المرأة اللي مازال في دار بيها، يعني مخطوبة ومتسمى مازال متسمى ما راحتش لدار راجلها، والمرأة اللي راهي في دار الزوج تاعها؟ نعم. شكرا، جزاكم الله خير وشكرا. عفوا أختي. نعم، نستقبل المكالمة. منان من ولاية تيزي وزو. نعم يا منان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. عندي سؤال واحد. نسمع سؤالك، تفضل. قروطة لوساج دورك راهم حلال ولا حرام؟ نعم. قالوا لي القاوين فورميل هكذا باش ولات حلال. يوضح لك الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. صح. السلام. من بجاية الأخ عبد الله. الأخ عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. مرحبا. أشكركم على الحصة وجزاكم الله ألف خير. الله يبارك فيك. مرحبا. يا شيخ أنا عندي استفسار وعندي طلب دعاء، جزاكم الله خيرا. نسمع سؤالك وندعي لك من بعد إن شاء الله. معليش شيخ، يا شيخ أنا خريج كلية الهندسة بالمدرسة العليا للأشغال العمومية. نعم. شيخ بالحقيقة أنا كنت يعني طالب مجتهد جدا، وتحصلت يعني على نتائج يعني شغل يا شيخ يعني مليحة بزاف، الله يبارك شيخ، والحمد لله على تلك النعمة. ما شاء الله. وبعد ما شيخ أنا اقتربت يعني شغل موعد لاسوتونوس تاعي. نعم. عرضت الناس يعني يحضروا من بينهم أصدقاء تاعي، حضرت عرضت جماعة باش يحضروا في لاسوتونوس. ما رجعوا الشيخ، جابوا لي كادو، جابوا لي عفايس هكذا ليسونس دي كادو، جابوهم لي جزاهم الله خيرا. وبعد نهار كملت قريت الشيخ، واحد شهرين هكذا ابتلاني الله بمرض يعني شغل، اودعني الفراش لازيد من 6 أشهر. نعم. بعد الشيخ تجيهم جماعه كذا يقولوا لي شغل العين، السحر. الشيخ انا حرت وشغل شغل ما نامنش بالخرافات هذو. إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. بارك الله فيك، يعطيك الصحة. هذا المرض عضوي باين أو غير معروف؟ والله يا شيخ أنا كنت صحة جيدة يعني ما شاء الله. شيخ أنا أعاني ألم في المفاصل، تساقط الشعر، شغل الجهة كذا نقرأ في الليفر تاعي ولا نخدم بالميكروب لوجيسيال تاعي وهكذا، نحس ألم في العينين هكذا. رحت للطبيب شغل قال لي ما بك والو في عينيك. نعم. ولم افهم يعني شغل لم افهم، كاينين جماعه حيرتني يقولوا لي السحر، يقولوا لي هكذا شغل انا ما اذا اخي منان عبد الله يعني التشخيص العضوي يقول لك ما عندك والو. اي شغل الشيخ في العين تاعي ما بيا والو، وحتى الشيخ انا اصبت يعني شغل طحت هكذا، اصبت بكسره في رجلي شغل. جميع المشاكل هذو جاوني شغل على ضربه واحده، ما فهمتش الشيخ. ربي يدفع عنك الاذى والبلاء يا رب. ان شاء الله يا رب العالمين. شيخ وعندي استفسار شغل، انا كنت يعني في نعمه ما شاء الله، كنت نصلي بصحه جيده، وراني شغل نصلي فوق الفراش، نطلب من الجميع والمشاهدين ان يدعون لنا ولجميع المؤمنين بالشفاء وجزاهم الله خيرا. وان شاء الله الشيخ راني شغل حلمي الوحيد يعني نزور البقاع المقدسه، شغل حلمي الوحيد هذا شغل نزور البقاع المقدسه المدينه المنوره، وان شاء الله شغل تيدعونا ان شاء الله يحقق لي ربي ان شاء الله الرغبه تاعي هذه ان شاء الله، وتقوم سالم معافى ان شاء الله من المرض. يعني جستمو شغل 6 أشهر عن الفراش، والله لم احقد يوما على احد، والله العظيم يا شيخ. شغل الناس اللي دايره فيها كذا شغل ما على باليش. نعم. المؤمن مصاب يا عبد الله، المؤمن مصاب ان شاء الله، وربي يرفع عنك هذا المصاب ان شاء الله. عبد الله. نعم. نعم يا عبد الله، نفقد مكالمة عبد الله. من معنا الآن؟ نعم من وهران أم محمد. نعم أم محمد، السلام عليكم. سيدة أم محمد. نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي حبيت نسأل، عندي سؤال للشيخ. يسمع إليك، تفضلي. نعم أم محمد، تفضلي بسؤالك. نعم
فضيلة الشيخ حبيت نسألك على مسألة بناء القبور لو سمحت. عندي الأب تاعي متوفي وحبيت نبني عليه القبر تاعو. بغيت الرأي تاعك إلا يجوز أو لا. كيفاه تبنيه يا أم محمد؟ لاحظ يعني تعليه وتجعلي له الرخام والفايونس وغير ذلك. لا حبيت غير ندير هذاك كيما نقولوا التور وندير الاسم نتاعو وقت الميلاد نتاعو وقتاش توفى، بصح ندير هذاك التور على كيما نقولوا على الجوانب تاع القبر. هل يجوز ام لا؟ نعم. الغرض من هذا تزيين القبر او الحفاظ على القبر؟ لا الغرض زعما النية تاعي الحفاظ على القبر باش زعما هكا يقعد مقيد. واضح ان شاء الله. نعم نكتفي إن شاء الله مع آخر مكالمة. أم يونس من العاصمة. أم يونس تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يسترك، حبيت نهضر نسقسي سؤال الأخ الأستاذ إن شاء الله. تفضلي يا أم يونس تفضلي. أنا عندي كفيلة بيتيم. نعم. ومثلا عندي مولا بيتي خلى أرض والحق تاعي كتبت منه للكفيل هذا، وبقى الجزء اللي قالوا لي خليه من حق الورثة عطيته الحق اللي من حقي نعطيه، واللي قعد خليته من حق الورثة. لما عندي زوج خوات وأخ وعندي زوج بنات، دوما نديت لهم قلت لهم أنايا حبيت الكفيل هذا تكفلت به من أجل باب الإحسان في سبيل الله. أم يونس لحظة الآن. نعم. اختلط الأمر علينا قليلا. أنت قلتي متكفلة بيتيم، عندك مناب من حق زوجك جعلتيه لهذا الطفل اليتيم المتكفلة به. نعم. أيضا قالوا لي تقدري تخلي حق الوراثة، مش من حقك تمدي كل حقك. ماذا ترك المورث؟ لما خليت هذاك الحق الورثة نتاوعي قالوا لي زوجك وش ترك لك يا أم يونس؟ أرض. أنت منابك كامل مديتيه لليتيم هذا؟ لا نحيت قسمت، نحيت حق البنات نعم. لا حقك أنت أعطيتيه لهذا اليتيم. أعطيته لهذا اليتيم بصح بقى منه جزء. إذا الشرع قالوا لي ما تقدريش تمديه كامل، قالوا لي يبقى جزء من حق الوراثة. قلت لهم معليش خليته هذاك النصيب. نعم. والاخر كتبته له درتها له هبه. مثل درك راهم الاخوه تاوعي وبناتي ام يقولوا لي كمليها له احنا رانا مسامحينك، ما رايحين نورثوه بعد ما ماتك، ما رايحينش نورثوه، نعطوها له نديها له درك. انا حبيت في حياتي حبيت نديله كلش. هذا الابن هذا اللي هو عندي عنده دراهم عنده من مولا بيتي يرفد في ملحة مخبيتها له. دركا راهو عنده نصيب 15 مليون حقه. قلت يا هتورا يجوز لي نقدر هذيك 15 مليون نرفدها ونيت بها عمر ان شاء الله إلا حب ربي وكان يجوز لي ونكمل نتنازل له على هذيك الارض. وبالنسبه لهذيك الارض راهي تسوى اكثر من 15 مليون، بصح انا المهم قلت ندير عمره والباقي نعطيها له. هذا تكفلتوا بها وتبنيتوه يا ام يونس؟ لا تكفلت كفاله لله في سبيل الله. واضح ان شاء الله. تمنيت طول عمري وانا متمنيه ان ربي يتيم. الحمد لله حقق لك ربي منك ان شاء الله. ربي يتقبل منك هذه الطاعه وهذه العباده ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. وادعوا ان شاء الله اللي متمنيتها متمنيه كفاله يتيم صالح ان شاء الله ربي يجعله لي من الصالحين. اسمعي ام يونس اسمعي للشيخ فقط يسالك على بعض النقاط. ام يونس. نعم. هذا اليتيم هذا المكفول شحال في عمره الان؟ دوكا عنده 12 سنه. 12 سنه. مولا بيتك كي مات واش من الورثه اللي خلاهم؟ خلاك انتيا زيدي؟ خلاني انا وبناتي زوج وام واخت. بناتي شحال؟ زوج بنات. زوج بنات. وخلى يماه؟ وخلى يماه واخته. اخته الشقيقه؟ الشقيقه نعم. طيب
صافي خلاك انت زوجة، خلا زوج بنات، ترك بنتين صلبيتين وترك أما وترك أختا شقيقة. لا احنا زوج نساء، أخت شقيقة واحدة وإحنا زوج زوجات. خلاكم زوج زوجات. وهذو اللي ذكرتهم البنات هذو نتاوعك انتيا ولا نتاوع يعني منك ولا من زوجة أخرى؟ البنات مني أنا، الأخرى ما عندهاش. خلاص واضح. واضح. بارك الله فيك. الأخرى ما عندهاش قلت لك الدراري، غير أنا اللي عندي. خلاص واضح. شكرا. تابعينا فقط. يخرج صالح هذا مكان. إن شاء الله إن شاء الله ويجعلهم من مهتدين مستقيمين يا رب. دكتور، نبدأ في الإجابة على الأسئلة. وأول الأسئلة كريمة من بوفريك كتبت بسؤالها إلينا وتقول يعني في مسألة ميراث. أيوة. وتدون عندك تقول: مات جدي عن زوجة وثلاث بنات وأربع بنات ابن وابن ابن وثلاث أخوات شقيقات. تسأل عن نصيب كل وارث في هذه المسألة. نعم. الأخت كريمة، الجواب كالآتي: جدك اللي مات الله يرحمه ويرحم جميع المسلمين ترك زوجة. نعم. الزوجة ترث الثمن لوجود الفرع الوارث مطلقا. وترك ثلاث بنات صلبيات عندهم الثلثان، يعني 2/3 من كامل التركة لتعددهن وعدم وجود عاصب. وبنات الابن هنا ما يديوش ولا شيء، ولكن يديو لوجود سبب آخر. بمعنى لو كان بنت واحدة اللي خلى بنات الابن يديو السدس تكملة للثلثين. نبسط الأمر، ربي قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف. بمعنى هنا ندير واحد المعادلة في علم الرياضيات اسمها معادلة ذات المجهول الواحد. يعني الآية القرآنية تلزمنا بتطبيق قواعد هذه المعادلة. نعم. بمعنى ذكرت النتيجة الإجمالية، يعني هو ثلثان، ذكرت ثلثين. وعلى بالنا أيضا إذا كانت البنت واحدة عندها النصف، وإن كانت واحدة فلها النصف. معناتها ما هو النصيب الذي يتمم النصف لتحقيق نصيب الثلثين؟ معناه هناك نصف 1/2 زائد سين أي مجهول يساوي 2/3. هذه معادلة المجهول الواحد. ربما شرحها رياضيا يطول، يعني ناكل وقت بزاف. نروح مباشرة للهدف. حنا نقول في علم الفرائض: ترث بنت الابن سواء كانت واحدة أو أكثر مع البنت. نعم، مع البنت الصلبية الواحدة طبقا لهذه القاعدة. طيب، ولكن هنا استغرق نصيب الثلثان هذا، خلاص استغرق. التركة كاملة. خلاص ثلثان داوهم. معنى 4 بنات ابن هنا نقول لك ما يدي ولا شيء، ولكن نظرا لوجود القريب المبارك اللي هو ابن الابن فيتعصبنا، يوليو ما يورثوش عن طريق الفرض، العصبة بالنفس، يورثوا عن طريق العصبة بالغير. نعم، العصبة بالنفس مع الذكور. فبالتالي 4 بنات ابن هذون يديو الباقي تعصيبا لوجود ابن الابن، لوجود معصب لهم. ذكرت الأخوات الشقيقات. نعم. الأخوات الشقيقات لولا وجود ابن الابن هنا، لأن هذو كلهم ينتمون إلى جهة البنوة. وحنا عندنا من قواعد الترجيح كان ما يسمى بالترجيح بالجهة، يعني
جهة البنوة مع جهة الأبوة وجهة الأخوة وجهة العمومة، كل واحدة تغلب الأخرى. مثلا جهة البنوة تحجب جهة الأخوة. نعم، الأقرب يحجب الأبعد. الأقرب يحجب الأبعد. نعم. فإذا اتحدت الجهة يكون الترجيح بالدرجة، وإذا اتحدت الجهة والدرجة يكون الترجيح بقوة القرابة. في المثال اللي نذكره الآن، مثلا مات عن أخ شقيق وأخ من جهة الأب، فالجهة واحدة كلاهما ينتمي من جهة الأخوة، والدرجة واحدة أخ شقيق وأخ لأب، ويكون الترجيح بقوة القرابة. فالأخ الشقيق مقدم على الأخ لأب بقوة القرابة، إذ أنه يدلي إلى المورث المتوفى بقرابتين الأبوة والأمومة، ولكن الأخ لأب ينتمي أو يدلي إلى المتوفى عن طريق القرابة واحدة فقط. إذن بلا ما ندخلوا كاع التفاصيل هذه، نقولوا الأخوات ما يديوا ولا شيء، والبنات بنات الابن يديوا الباقي لو لم يكن ابن الابن. لو لم يكن، نعم، يورثوا الأخوات. يورثوا الأخوات، ولكن عصبة يولوا عصبة مع الغير. يولوا عصبة مع الغير، ولكن ما دام كان ابن الابن ليعصب البنات الابن. نعم. هذا هو التوريث. نعم. نعود إلى الأسئلة الواردة. الأخت خديجة من بسكرة. أولا، شروط المعتدة من وفاة، وما هي صفة اللباس الذي ترتديه المعتدة؟ تسأل. نعم، خديجة من بسكرة. نعم. أولا نعطي فكرة، العدة ليست سجنا للمرأة المعتدة، ما هيش محبوسة، ما هيش مسجونة. يعني مات زوجها، ربي قال في القرآن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، يعني من تاريخ الوفاة. المرأة الأرملة زوجة المتوفى عندها 4 أشهر و10 أيام، هذه مدة عدتها وهي عدة الوفاة. طيب، ليست في السجن، يعني نجاوبك بشكل مركز مختصر. أنها اللباس نتاعها تلبس اللباس العادي، اللباس العادي الذي يعني آلفته في الأيام العادية، لا ترتدي لباس الزينة، لا ترتدي لباس كأنها تحضر عرسا أو شيء من هذا القبيل. لماذا؟ لأنها لا يجوز أن تتزوج في هذه المدة. ممكن إذا تزينت وتلبس لباس الزينة وإلى آخر، هذا يتنافى مع الحداد، يعني مع الحزن، طبعا لفراق نعمة الزوجية، فبالتالي هذان لا يتفقان. يعني تلبس لباس نتاعها الساتر العادي تماما والسلام. وكذلك أنها لا يجوز أن تتزوج بغيره، ولا يجوز أن تخطب تصريحا، ولكن يجوز أن تخطب تلميحا. في الفقه يجوز الخطبة عن طريق التعريض، يعني ممكن يجي واحد يخطبها ولكن تعريضا أي تلميحا أي بلا تصريح. ما يجيش مثلا مباشرة يجي البابات الأرملة هذه ولا الأخوها ولا العمها ولا يقول جئتكم خاطبا، لا. لماذا؟ بالصراحة. ولكن يمكن عن طريق التلميح وعن طريق التعريض، وهذا أمر جائز بنص القرآن الكريم، إلا ما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض جائز والزواج ممنوع. وكذلك من الآداب أنها تدخل البيت الزوجية حيث تركها زوجها، يعني كما يقول قبل المغرب يلقاها داخل الدار، إلا لضرورة، وللضرورة أحكام. ممكن هي مثلا رايحة تخدم والعمل جائز بالنسبة للأرملة، وكذلك ممكن تروح للطبيب، ممكن تقضي حاجتها يعني خارج البيت، هذا كله جائز. ولكن لظروف معينة تاع المواصلات وكذا وصلت متأخرة فالحرج مرفوع، ولكنها تلتزم بيت الزوجية خلال مدة العدة. وبعض العادات اللي راهم يديروها الناس وكذا، بعض النساء الصابون تاعها وحدها والسربيته وحدها، ويعني تعز روحها كأنها مريضة بمرض معدي. هذا غير مقبول، يتنافى مع الشريعة، هذا ليس صحيحا. هذه تقريبا أهم الآداب. إذا زارها ابن عمتها تقول سلام على الأجال من ذوي أرحامه. والله يدرك أولا ابن العمة ليس من الأرحام، يعني الأحكام الشرعية العادية هي التي تضبط هذه العلاقة. نعم. هذا واش نقول لك في الجواب. ولكن الآن ندخلش في العرف، ماهوش كي يدخلوا لدعمك إذا كنتي قبل الزواج قبل الوفاة تستقبليه باستقبال معين،
طبعا بشرط أن يكون الاستقبال موافقا للشريعة. نعم. وبعدين بعد ما تزوجك يدخل برد تقول له حبس لهيه 10 متر بيني وبينك وما تقدمش وكذا، لا هذا غير مقبول، يعني شيء عادي. هذا من الأقارب، هو ليس من الأرحام ولكن هو من الأقارب. حبيت نقول والعرف له دخل في هذا المجال. نعم. ما تديريش يعني مخالفة أيضا للعرف وين تولي تجيبي مشاكل روحك بدون مبرر أو مسوغ شرعي. إذا صمت عاشوراء، أخي محمد صالح سألك، قال لك سؤاله فقهي دقيق معناتها النية الأسبق. لو كان قلت له سبقت نية القضاء، نعم، وجدت بعد ذلك درتي النية تاع التطوع أنك تصومي النافلة، هذا أمر مقبول بشرط أن تسبق يعني نية القضاء، لأن ذمتك مشغولة بالصوم، يعني بالأيام اللي راكي كليتيها عندك، يعني قضاء لازم تغرمي هذيك الأيام ولازم هذا تقضيها. الأمر الجمع هو اللي يخلط فيه الناس كثيرا. بارك الله فيك. يقدمون نية القضاء على النفل. نعم، لذلك الناس كي تسمع باللي يجوز الجمع بين النيتين، هذا أمر صحيح، ولكن لازم تفصيل آخر في النية. معنى تسبقي نية القضاء هي الأساس تبرئة للذمة، وتزيدي نية التطوع صيام النافلة، هكذا صحيح. أما أنه أنت سبقتي نية التطوع نية النافلة، عليك أن تصومي تلك الأيام التي في ذمتك، يعني لازم تشوفي أيام أخرى، وأيام الشتاء راهي جاية، خير الأيام اللي مليحة الله يبارك وصوميها، ونسأل الله لك القبول. آمين إن شاء الله. بالنسبة لوضع الحناء في الرأس، كيف تمسح في وضوئها على شعرها؟ نعم، وهي فيها الحناء. درك إذا كان يعني توضأت أصلا، يعني كانت متوضئة وبعدين درت الحناء، أعتقد هذا التفصيل مهم، يعني هل ذكرته أم لا؟ لا. هي سألت مباشرة عن المسح. طيب درك الآن أنت يا أختي إذا كان ثقيل يعني يغطي ليمنع وصول الماء إلى لأنه بعض الشعر يجزئ، معليش ندخل حتى في مسائل فقهية أخرى، لأنه قال ربي في القرآن وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. طبعا احنا في المذهب المالكي عارفين، يعني من بداية من مقدمة الرأس من منبت الشعر إلى منتهى، من مقدمة إلى منتهى نعم. ومع الإعادة. طيب، ولكن في الأمر ساعة عند باقي مع الرد نعم. يعني كما قال واحد آلي ومن بعد الرتور يعني نعم. ولكن هذه الآية وامسحوا برؤوس، هذه الباء لها معاني عديدة، واختلاف معانيها كان مدعاة لاختلاف الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي في المسألة، اختلاف أحكامهم عليها. نعم، اختلاف الأحكام. هناك من قال المقصود بالباء الباء للتبعيض، يعني بعض الشعر يجزي، بعض الرأس يجزي، يعني أخذا بهذا وهناك يقول الإلصاق، يعني يكفي إلصاق هكذا، إلصاق اليد على الرأس ويكفي، هذا يجزي. ونحن في المالكية كما قلنا ذهبا وإيابا، يعني في اثنين، يعني نبدأ بمقدمة الشعر إلى القفا النهاية والعودة. طيب الآن ذلك إذا كان شعرك كله غطيتيه بالحنة الخشين، يعني وين الماء لا يصل، هنا لا. أما إذا كان يعني خفيف فأعتقد الحرج مرفوع، يعني تتوضأي بشكل عادي وتمسحي بشكل عادي. المرأة المعلقة كبيرة السن هل ترى زوجها؟ هي المرأة سواء كانت كبيرة السن ولا صغيرة السن هم في الحكم سواء، هن في الحكم سواء، أو هما في الحكم سواء. يعني رب سبحانه يقول في القرآن الكريم ولا تذروها كالمعلقة. وبارك الله فيك أنك سألتي هكذا بالمصطلح اللي موجود في الآية بهذاك الوصف، ولا تذروها كالمعلقة. ما معنى هذا؟ معنى إنسان المرأة نتاعو ما يعطي لها حقوقها كاملة، يعني لا هي زوجة محفوظة الحقوق ولا هي مطلقة، بين راهي مطلقة عندها أيضا حقوقها الخاصة بها، راهي معلقة. ورب سبحانه قال في آية أخرى تؤكد هذه الآية، ربي قال ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا، يعني اللي يعلق هكذا زوجته يخليها معلقة فقد ألحق بها الضرر. وربنا قال ولا تمسكوهن ذرارا لتعتدوا، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. لذلك سواء كانت كبيرة ولا صغيرة الحكم كيف
سواء أو سيان. هل ترى زوجها؟ طبعا ترى زوجها، يعني الجواب في السؤال هل ترى زوجها، إذن هو زوجها، ولكن زوج مهمل مضيع لواجباته. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. وربنا يقول في القرآن الكريم وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وفي آية أخرى وعاشرهن بالمعروف. يعني آيات كثيرة تدل على المعاشرة بالمعروف، المعاملة بالحسنى، وأداء الواجبات وأداء الحقوق. كل هذه الآيات اللي خلفها فهو آثم. إذن في هذا الوضع نقول كونك تركتها معلقة أنت آثم، عليك أن تتوب. وإلى ذلك الحين يجوز لزوجها الكبيرة أن ترى زوجها إذا زار، يعني أصبح ضيفا يعني في بيته. نعم. المرأة المعتدة في العذر الشرعي هل تزور القبور؟ وهل لا تزور كل جمعة المقابر؟ نعم. زيارة قبر الزوج أو قبر الوالد أو الجد أو الجدة هذا أمر مباح مشروع للرجال والنساء. نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الحديث قال كنت نهيتكم عن زيارة في القبور ألا فزوروها، في رواية فإنها تذكركم الآخرة. معناه هذا الحديث عام ولا يجوز أن يخصص. طيب صحيح في حديث يقول لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارة القبور هذه نتكلم عليها الآن، ولكن نبدأ بالحكم الأصلي. الحكم الأصلي يجوز، رجال نساء صغار كبار، شرع لنا جميعا أن نزور القبور للاعتبار. نروح القبور ونزوروا العائلات نتاعنا اللي عنده يعني العائلة نتاعهم اللي ماتوا، ويترحموا عليهم ويدعوا لهم. وللاعتبار أيضا أي واحد منا يزور المقبرة يقول يجي نهار سأزار أنا أيضا، سأدخل هذه المدينة في رحلة مؤبدة بلا عودة. يعني نعتبر هذه كلها مقاصد تذكرنا الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التذكر الآخرة والتذكير بالآخرة هذا أمر يتعلق بالرجال والنساء، فالجميع مقصود بهذا الحديث. إذن يجوز لك باش تروحي تزوري قبر زوجك ولا غيره. أما قولك نزور كل جمعة المقبرة هنا لا. لماذا؟ لأنه بعد تدخل في هذا المنع، هذا في المحظور هذا اللي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الله زوارة القبور. الإكثار من زيارة أو ربط الزيارة بيوم معلوم. كان يقول لك أنا كل سبت، واحد يقول كل حد، واحد يقول كل جمعة، لا. وعلى مدار سنوات لا. فلا إلزام بغير مسوغ شرعي بلا دليل، وهنا لا دليل، ما كان حتى دليل يقول لك لازم زوري. أما إذا كان ممكن تزور هذه الجمعة تريحي شهر شهرين ولا مش عارف تروحي بالجمعة اللي يساعدك الوقت، ما كان حتى مشكلة. ما تديريش البرنامج أسبوعي زيارة القبور كل جمعة، هذا مرفوض، يتنافى النصوص خاصة يعني التي تتحدث عن هذا الموضوع. قراءة المعوذتين دون الفاتحة في صلاة الوتر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لذلك صلي بسورة الفاتحة وما تيسر من القرآن. إذا كان في الشفع ركعتي الشفع صليتي بسورة الفاتحة ومثلا سورة الإخلاص وقل أعوذ برب الفلق، صحيح عادي، صحيح يعني جائز. وإذا كان صليتها بأي سورة أخرى عادي. وصلاة الوتر تصليها بسورة الإخلاص أو بثلاث سور مجتمعات، سورة الإخلاص والمعوذتين جائز، ولكن تصلي بسورة الفاتحة. وطبعا فيه تفصيل، يعني ذكر هذا الكلام في الفقه، ولكن نقول لك أخذا بهذا الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طبعا الفقهاء كلام حتى في فهم هذا الحديث. كان اللي يقول لك لا صلاة صحيحة، يعني المقصود لا صلاة صحيحة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. المقصود بذلك لا تصح صلاته إلا إذا قرأ بفاتحة الكتاب. هناك من بعض المذاهب كالشافعية حتى في الصلاة الجهرية الإمام يقرأ سورة الفاتحة جهرا ويسكت قليلا تاركا المجال الزمني للمأمومين لقراءة سورة الفاتحة.
هكذا. ولكن عندنا لا، الإمام يقرأ ونحن نستمع والسلام، يعني قصة الفاتحة نقول آمين مباشرة، يكمل يقرأ ما تيسر من القرآن الكريم. إذن الفهم الأول يقول لا صلاة صحيحة، يعني صحيح هذا هو الفهم، يعني إنما الحديث يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهناك رأي فقهي آخر يقول لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. معنى من لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعني يفقد كمال الأجر. إذن المعنى الأول نفي الصحة، والمعنى الثاني نفي الكمال. ولكن الذي نقول لك يا أختي خديجة، اخي اسمك ما شاء الله تفكرنا الآن، جاني فكر خديجة بنت خويلد يعني رضي الله عنها وارضاها، رضي الله وارضاها. صلي بسورة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم. دفينة مقبرة المعلاة بمكة المكرمة. بمكة المكرمة نعم. وهي التي ولدت النبي صلى الله عليه وسلم أولاده، نعم. عبد الله الملقب بالطاهر والطيب والقاسم، نعم. وزينب وفاطمة الزهراء ورقية وأم كلثوم، عنده 7 أولاد. والابن اللي هو إبراهيم هذا من أمنا ماريا القبطية. لمياء من باتنا سألت، قالت معقود عليها ولكن تخرج بلا إذن من عقد عليها. سؤالها: هل هناك فرق في طاعة الزوج بين المدخول بها وغير المدخول بها؟ نعم. والله يا لمياء بنتي اسمعي مليح، وإن شاء الله كان يعني حتى زوجك هذا يسمع لنا يعني. نعم. هو درت عقد الزواج، راكي زوجة وهو زوجك، ولكن الزفاف مازال، يعني مازال ما رحتيش لداره. نعم. ليس كذلك؟ بلى. بعض الشباب يا أخي محمد صالح عندهم تحكم كبير، يعني الطفلة راهي عند مواليها وهو يتحكم بكل وسائل التحكم. نعم. كاين اللي يقولها إذا شافها متدينة نوكل عليك ربي لو كنت خرجين بلا ما نعرف. على أخويا توكل عليها ربي، راهي عند بابا. درك غدوة بنت سي محمد صالح الله يبارك توصل 20 سنة ومخطوبة، وبعدين يجي هو راهي عند باباها، يعني وش بيك يعني كطيح مريضة شكون يداويها؟ ايه راهي الله يبارك يداويها باباها محمد صالح، باباها وتخرج. نعم. مع باباها ويديها المعرض الدولي للكتاب يا سيدي، ويديها العائلة وعادي. نعم. ويجي هذاك الشاب يبدا يتحكم، الو وراكي راني مع بابا ويزعف عليها. تقبل انت هذه ابدا ما تقبلهاش ابدا. خلاص هاو سمعت الجواب. اذا هاو الجواب من عند محمد صالح. طيب يا سيدي، ومن الذوق ومن الادب انك تشاوري زوجك في بعض الزيارات، في بعض الخرجات وكذا فقط يعني. وانا ننصح الشباب الحقيقه، نوجه الكلام تاعي ماشي ليك، ليه هذا زوجك هذا اللي عقد عليك، نقول له اتقي الله بزاف عليك، يعني ما ديرش، ما تضيقوش يا شباب، ما تضيقوش. راهي عند مواليها، راهي عند مواليها. النهار اللي تنتقل الى بيت الزوجيه راهي خلاص طاعه الزوج هنا كامله بالمعروف. بعد طول العشره هذه الامور بعثوا لي من الماضي. عادي بارك الله فيك. بالك تكون في بيت وما يسالش عنها حتى ولا بارك الله فيك. خرجت ولا دخلت ولا سبحان الله. فيه بعض التشدد لدى بعض الشباب ما عندوش داعي. نعم. ما عندوش داعي تدخل في الامور. حتى مؤخرا جاتني قضيه في هذا الباب. نعم. يعني منعها من الخروج مع أبيها وأخويها الشقيقين وأمها إلى زيارة جدتها. قالها راكي زوجة نتاعي ما تخرجيش، ما تروحيش كاع الجهة هذيك. كاين اللي عندهم أستاذ الوسواس في الموضوع هذا. إيه وسواس الخناس كاع ماهوش. ربما يأذلها ولكن مثلا يقولها تخلي الهاتف مشعول. بارك الله فيك، خلي الهاتف مشعول باش يتتبع. وراني نسمع يعني بعض الممارسات غير مقبولة. والله غير مقبولة، هذه مخالفة للشريعة موجودة يعني مازال غير الرادار يدير لها الرادار ويتبعها وين. كونوا يا شباب كونوا عاديين والسلام. والله كما قال محمد صالح خويا، يجي نهار ما كي توصل عندك للدار دير 100 خرجة نعم. ما يسأل عليها ولا شيء. نعم. شوف التطرف مرفوض. ربي قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا، نلتزم الوسطية ونتهناو. الوسطية أطول عمرا وأهنأ وأريح. أما هذه التطرفات هذه والله ما هي مقبولة. الآن هل تطلب إذنه أو لا؟ لامية ما تطلبيش الإذن نتاعو، راكي مع باباك، خرجي مع باباك، ما تطلبيش الإذن نتاعو. نعم. عادي. ولازم هذا الشاب يفهم. نعم. خاطرك ما يفهمش بالنسبة إليه يجيب لك حديث أيما امرأة ماتت وزوجها عن هراث دخلت الجنة ويتيري عليك بواحد الأحاديث بلا حدود.
لا سيدي راهي معامة ليها سبحان الله، وعندنا عرف وعندنا نعم. يا سيدي لا تستعجل هذا واش نقول لك، يعني لازم هو يفهم وتكونوا في نفس المستوى من الفهم إن شاء الله تعالى، وربي يزين سعدكم إن شاء الله وربي يهنيكم. آمين. قروض لونساج شيخ سي مناد أخويا منان الله يبارك. سي منان أخويا من تيزيوس. واش نقول لك يا أخي العزيز باختصار شديد، كي كان يطلبوا لو طو دانتيري يعني هذيك نسبة الفائدة يعني 6% ولا تهبطوها 1%، كنا في هذا المنبر في كل مرة نقول ونؤكد الربا قليله وكثيره حرام. 5% ولا 6% ولا 1% ولا 0.0001%، مهما كانت النسبة حرام في دين الله، لقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وجمع طبعا الأدلة من القرآن والسنة في هذا الباب وهي كثيرة جدا. الآن الحمد لله تغير الوضع، بمعنى ولا لونساج الآن يعني باختصار يا أخي منان، أنه الشاب اللي يأخذ مشروع عن طريق لونساج عن تشغيل الشباب، بمعنى ما يدفع ولا دينار زيادة. يعني إذا كان المشروع الاستثماري اللي جبته عن طريق لونساج ب500 مليون مثلا، أنت مطالب الآن في ظل التعديل القانوني في هذا المجال مطالب فقط بتسديد 500 مليون فقط. إذن ذمتك بريئة والمعاملة صحيحة. ولكن الآن أنت تسمعني وربما تسألني في الوقت نفسه، تقول ولكن أنا بسبب راه الخزينة نتاع الدولة تدفع هذيك النسبة، أو تقول بسبب أنا اللي الدولة راهي تسدد هذيك نسبة الفائدة. هل هي موجودة في العقد؟ أولا هي غير موجودة في العقد، فإذا كانت موجودة في العقد مع ذلك نقول لك يا أخي المهم أنت اللي تهمني هو أنت المشروع فيه 200 مليون عادي راك في دولتك ماهوش خارج دولتك. المؤسسات نتاع الدولة بيناتها لابد أن تحترم قواعد الشريعة فقط. نحتاج مدة ساعة على الأقل باش نشرح لك هذا الموضوع. يطول نعم. علاه مؤسسات الدولة بيناتها نقول لك بالجزائر دبر راسها، يعني لازم يكون نوع من التنسيق والتوافق باش التعامل بين مؤسسات الدولة تولي متفقة مع الشريعة الإسلامية. أما أنت كشاب تكون ربما أنت وغيرك يكونوا شاب عاطلين عن العمل، ما لقاوش العمل وعندهم قدرة عندهم معرفة باش يديروا مشاريع استثمارية ناجحة، نشجعهم باش يتعاملوا مع لونساج. ما دام درك الآن ما كاينش ربح ما كاينش فائدة يقدمونها هم، الذي يهمني في هذه الفتوى أن الشاب ما يقدم ولا شيء. وربما يجي نهار إن شاء الله سيمنا أخويا نعطيو بيان أكثر تفصيلا مادام وقت الحصة. ومع ذلك دكتور نرى بعض الممارسات الغير مقبولة في موضوع اللونساج. نعم. كبيع العتاد وغير ذلك من الأمور اللي تجعل الشخص في حرج. في حرج صح. نعم. هناك هو يستثمر في مشروع ثم قد لا ينجح يحول الاستثمار إلى وجهة أخرى. نعم. فيقع في لا العقد والشريعة متعاقدين. أولا ربي قال في القرآن يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذه واحد. وهذه الآية آية كلية تؤكد على قاعدة تسمى قاعدة الوفاء بالالتزامات. عندك ديزونجاجمون لازم توفي بهم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، هذا رقم واحد. رقم اثنين إذا بعت ذلك العتاد، يعني أي شاب يبيع ذلك العتاد قد يعرض نفسه لمتابعة جزائية من قبل لونساج، وأنا أعلم علم اليقين هذا الكلام يعني. أحدثك عن العلم لا من ناحية الشرع ولا من ناحية القانونية. لذلك وأحيانا بعض الشباب والله ما يهم ولا شيء يروح يجيب يبيع وكذا خيانة الأمانة وبيع أشياء مرهونة. نعم وبيع أشياء مرهونة، وهذا كله لا يجوز. في هناك ممارسات كما بارك الله فيك. يا شيخ ليه يشري عليه؟ لا إذا لا يجوز. ما يشريش لأنه هو لا يملك هذا الشيء. نعم هذا الإشكال. نعم لا يملك هذا الشيء، والإنسان لا يبيع ما لا يملك. نعم. لا يبيع ما لا يملك. إن شاء الله أخويا إن شاء الله يكون عندنا وقت في فرصة أخرى نعطيك تفاصيل أكثر. حالة الأخ عبد الله من بجاية. والله يا أخي عبد الله خريج كلية الهندسة، صاحب نتائج ممتازة وجيدة،
والله يا أخي عبد الله واش نقول لك، يعني أولا ربي يشفيك يا أخي، آمين. ربي يشفيك ويشفي كل مريض، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بشفائك ويعطي لك صحتك إن شاء الله عاجلا لا آجلا. وأسأل الله عز وجل أن يحقق لك أمنيتك بزيارة البقاع المقدسة، بزيارة الحرمين الشريفين مكة المكرمة والمدينة النبوية المنورة. لعله يشفى يعني بمجرد زيارة إن شاء الله. بارك الله فيك يا محمد صلاح أخويا. يعني حتى الزيارة هذه إن شاء الله ربي يجعلها من الأسباب إن شاء الله تاع العلاج، وربي سبحانه الشفاء في يده. أنت عليك يا أخي العزيز باتخاذ الأسباب. يعني لا ننكر وجود العين يا سي عبد الله، النبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق العين حق العين حق. ما دام لك آية تتحدث عن السحر وتتحدث عن الآيات والأحاديث يتكلم عن العين وكذا، معناه هناك هذه موجودة ومضرة يقينا. ولكن الإنسان ما لازمش يكون عنده الوسواس، أي حاجة تصرى له مباشرة يقول ضربوني بالعين، ضربوني كذا، ضربوني كذا. لازم نتبعوا الطريق العلمي المنهجي الشرعي. إنسان مريض يروح يشوف الأطباء، ربي قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ربي قال فاسأل به خبيرا، والخبراء أنت الصحة هم الأطباء، روح الأطباء. فإذا عجز الأطباء يقول لك ما كان والو التشخيص هذا، ما عندك حتى مرض عضوي يعني ما لقاوش بالسكانير بالتحليل وكذا، هنا واش دير؟ يجوز لك طبعا أنك دير رقية شرعية. والرقية الشرعية أنت قادر ديرها على روحك، مش حتى يعني يجي راقي معروف وشي من هذا القبيل، ليس شرطا. ربي قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. اقرأ في الماء واشرب. نعم. اقرأ في الماء واشربهم. وقرأ سورة الفاتحة، وسورة الفاتحة تسمى الفاتحة، تسمى الشافية، تسمى الكافية، تسمى الوافية، عندها اسماء ما شاء الله. اقرأ بإخلاص إن شاء الله ربي يشفيك يا سي عبد الله خويا. نعم. وأسأل الله لك الشفاء ولجميع المسلمين. ابن القيم قال خير ما رقي به الفاتحة. الفاتحة يعني نعم. خير رقية هي اللي تكون فيها كلام ابن القيم رحمه الله. نعم. صلاته فوق الفراش. صلاة الأخ عبد الله قال أصلي فوق الفراش. نعم. يعني كأنه يجد حرجا في هذه الصلاة. لا صلي قائما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح. وإذا كان ما قدرتش فجالسا وبعدين على جنب. وبعدين يجوز الإنسان يصلي على الجنب الأيمن وبعد الجنب اليسرى وعلى الأيسر ولا على ظهر مستقيم على ظهره. وفي كل الأحوال هذه معنى الرجلان تاعو إلى القبلة. وحتى يجوز أنه على بطنه على أن يكون رأسه متوجها للقبلة. يعني هناك هيئات مشروعة في شريعة الله عز وجل. المهم الإنسان يصلي يؤدي صلاته على الحال المقدور عليها والسلام. وربي يشفيك يا سي عبد الله. نعم. مسألة القبور أستاذ سعيد. نعم. بالنسبة لأم محمد من وهران التي تريد بناء قبر والدها. طيب أنت سألتها هل لحفظ القبر أم لتزيين القبر وكذا والمباهات. أولا لابد أن ننبه المسألة في غاية الخطورة. الآن ندخل مقابر كثيرة. نعم. والله غير نشوفوا ألوانا من التبذير والمباهات والإسراف، يعني ما عنده حتى علاقة بالشريعة. نعم. هذيك لافايونس، هذيك الرخام، وهذيك من النوع الغالي، هذاك الأحياء أحق بهذه من الأموات. الأموات ما يحتاجوش. والمشكل الكبير أن تكون من مال الميت أحيانا. بارك الله فيك. نعم. وهذا لا يجوز شرعا. نعم. لأنه مال الميت هو ميراث. المطلوب شرعا هو نفقات التجهيز المشروعة. دير تحتها خط أحمر، بمعنى لا يجوز الإنفاق وتجهيز الميت بما هو غير مشروع. واللي يقول لك نخليه 30 مليون 20 مليون 5 ملايين 7 وكذا نخليوها تزين القبور والكتابة ويكتبوا الآيات، وهذه أيضا ماشي مليحة. يكتبوا الآيات ويعرضوها للأوساخ ويعرضوها للإهمال إلى آخره. لا، كلام ربي ما تكتبش ما يا أيتها النفس المطمئنة كذا ارجع إلى ربك راضية مرضية. وكان يكتب إن الله وإنا إليه راجعون، وكان يكتب هنا المغفور له. هنا يكتب واحد الأمر تكتب لا مغفور له ولا شيء. هنا يرتاح فلان ابن فلان. هنا شكون قال لك يعني يرتاح؟ من أخبرنا بأنه مرتاح؟ نعم. ماناش عارفين. ولكن يجوز باش تدير هذا البناء لحفظه، خاطر خاصة بعض الأماكن يعني الأرض معرضة للإنجراف ولا كذا، خاصة في المناطق الجبلية. نعم. والمنطقة الرملية وكذا والطينية. يعني
والطينية تبني بما يحفظ القبر فقط. هذا كما قالت هي تحوط على القبر ترفعه عن الأرض يعني. نعم ترفعه عن الأرض وتحيط بالقبر وتدير الاسم هذا، ما كاش حرج يعني. علامة، هذا أمر علامة يعني الميت فلان مات، حتى تكتب تاريخ الوفاة نتاعو ما كانش حرج، فقط ما تكتبوش الآيات ولا هذاك الكلام الآخر اللي يكتبوه بعض الناس. أم يونس يا من العاصف في دقيقة ونصف. دقيقة ونصف. نعم. فقط أم يونس فقط. لا أزيدك فوقها. الله يبارك فيك. خلاص يا سيدي فأنت كريم. نعم. في كل الأحوال. يا أم يونس، أولا عليك نور، بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين، يا سعدك أنك تكفلت بيتيم، هذا من جهة. من جهة ثانية زوجك مولبيت كما قلتي. نعم. طبعا خلى زوجة وخلى زوجتين، عندكم الثمن بالتساوي، الثمن بالتساوي يقسمنه بينهم، يتقسموا بيناتكم. عنده البنتان الصلبيتان عندهم الثلثان، 2/3. والأم عندها السدس لوجود الفرع الوارث، عندها السدس. والأخت الشقيقة ترث الباقي لكونها عصبة مع الغير. هذه هي الفريضة. المناب نتاعك حقك يجوز لك باش تكتبيه هبة دوناسيون كل المناب. نعم كله. لا طبعا يجوز لك ذلك، ولكن ماذا بك كما قالوا لك ونص عليك تخلي جزء لبناتك. نعم. وجزء مديه لهذا المكفول، وأسأل الله لك القبول. الله يكفلنا برحمته ويشملنا. وإن شاء الله يكون صالح الدعاء، إن شاء الله يكون صالح هذا المكفول. نأتي إلى نهاية الحصة دكتور، سعدت بلقائك وسعدت أيضا بالاستماع إلى مكالمات الإخوة والأخوات. إذن دائما نلقاكم على برنامج هل سألوا على الجزائرية 5 قناة القرآن.